السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحان على الدرس الثاني في كتاب الامتحان صفحة 120 بعد الدرس الثاني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنحل الامتحان وهنكمل أسئلة التميز. احنا كنا حلينا الجزء الأول من أسئلة الدرس. اللي لسه ما شافش الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. اولا لو انت لسه جديد معانا واول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتشار الفيديو مع اصحابك لكي نستمر. اسئله للتميز 13. اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. 1. عارضت قريش الدعوه الاسلاميه منذ اللحظه الاولى من اجل حمايه مصالحها الاقتصاديه والسياسيه، لان الدعوه كانت بتهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل، المكانه الاقتصادية والسياسية. 2. من خلال قراءتك للنص المقابل الدرس المستفاد من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش هو: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. النص المقابل ده الدرس المستفاد منه هو التمسك بالحق، يعني الرسول متمسك بهذا الدين اللي هو دين الحق الإسلام. 3. بدأت قريش في مواجهتها للرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت نشر الشائعات، لأنهم اتهموه بالكذب والجنون والسحر، يبقى ديت إشاعات يعني. 14. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. تعرضت الدعوة الإسلامية إلى الاضطهاد من قبل ذوي القرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ذوي القرابة اللي هم أهل مكة. ذوي القرابة يعني من عمه أبو لهب، حيث عارض أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة منذ اللحظة الأولى بالجهر بها. يبقى حيث عارض أبو لهب عم الرسول الدعوة منذ اللحظة الأولى بالجهر بها. يبقى حيث عرض أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة منذ اللحظة الأولى بالجهر بها. أول ما جهر الرسول بالدعوة عارضه أبو لهب، وأبو لهب ده كان عمه يعني من ذوي القرابة. 15. حدد أوجه الشبه بين موقف أهل الطائف وأهل مكة من الدعوة الإسلامية في بدايتها. أوجه الشبه إن أهل مكة وأهل الطائف رفضوا الدعوة الإسلامية وقاموا بإيذاء الرسول. رفضوا الدعوة الإسلامية وقاموا بإيذاء الرسول. يبقى أهل الطائف وأهل مكة رفضوا الدعوة الإسلامية وقاموا بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. 16. ما وجه التناقض بين موقف قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة. قبل البعثة أطلق أهل مكة على محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين لما عرف عنه بالصدق والأمانة والطهارة ورجاحة العقل. أما بعد البعثة اتهمت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون والكذب. يبقى قبل البعثة أطلق أهل مكة على الرسول لقب الصادق الأمين، دي قبل البعثة. أما بعد البعثة اتهمت قريش الرسول بالسحر والجنون والكذب. يبقى قبل البعثة أهل مكة أطلقوا على الرسول لقب الصادق الأمين لما عرف عنه بالصدق والأمانة والطهارة ورجاحة العقل. أما بعد البعثة اتهمت قريش الرسول بالسحر والجنون والكذب. يبقى كان فيه تناقض بين موقف قريش من الرسول قبل وبعد البعثة. نحل بقى مع بعض الامتحان. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة لإحدى الهجرات في الإسلام، ادرسها جيدا ثم أجب عن الأسئلة الآتية. 1. منطقة خرجت منها أول هجرة للمسلمين. دي أول هجرة، المنطقة اللي خرجوا منها كانت اسمها إيه؟ كانت منطقة إيه؟ ديت مكة. يبقى منطقة خرجت منها أول هجرة للمسلمين مكة. 2. منطقة وصلت إليها الهجرة، المنطقة اللي وصلت إليها ديت اسمها إيه؟ ديت الحبشة. يبقى المنطقة اللي وصلت إليها الهجرة الحبشة. يبقى أول هجرة كانت إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. 3. حدد أسباب حدوث هذه الهجرة. ليه المسلمين هاجروا إلى الحبشة؟ هقول له بسبب اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. يبقى بسبب اشتداد
إيذاء قريش للمسلمين والنبي. يبقى بسبب اشتداد إيذاء قريش للمسلمين والنبي فأمرهم الرسول بالهجرة للحبشة لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. به ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية؟ بدأت مرحلة المحنة والابتلاء منذ المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية. ديت عبارة غير صادقة لأن مرحلة المحنة والابتلاء بدأت من المرحلة الثانية. يبقى عبارة غير صادقة لأنها بدأت منذ المرحلة الثانية. يبقى عبارة غير صادقة لأنها بدأت منذ المرحلة الثانية عندما صعد على جبل الصفا الرسول وبدأ يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام. ج. ما المقصود بعام الحزن؟ عام الحزن هو العام الذي توفي فيه أبو طالب والسيدة خديجة زوجة الرسول، وسمي بهذا العام لشدة حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما. يبقى العام الذي توفي فيه أبو طالب والسيدة خديجة. يبقى العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب والسيدة خديجة. 2. الوحي هو ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام. ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام. يبقى الوحي هو ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام. السؤال الثاني ألف اختر الإجابة الصح مما بين القوسين 1. أي مما يلي تم خلال المرحلة الجاهلية بالدعوة الإسلامية؟ عقد صلح الحديبية، إسلام زيد بن حارثة، وفاة أبي طالب، اتخاذ دار الأرقم أول مدرسة بالإسلام. وفاة أبي طالب يبقى في المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الجاهلية وفاة أبي طالب. 2. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قيلت العبارة السابقة في مكة عندما صعد الرسول على جبل الصفا ونادى في الناس ليعلن دعوته. 3. تشابه موقف قبيلة قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مع موقف قبيلة ثقيف. قبيلة قريش وقبيلة ثقيف الاثنين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. بيحدد الأثر الناتج عن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة الترغيب التي عرضتها عليه قريش. عندما عرضت قريش على الرسول الأموال والزعامة اللي هي سياسة الترغيب عايزة ترغبه، فرفض الرسول هذه السياسة، وترتب على ذلك محاصرة قريش للمسلمين ومقاطعتها لهم وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. يبقى ترتب على ذلك محاصرة قريش للمسلمين ومقاطعتها لهم. يبقى ترتب على ذلك محاصرة قريش للمسلمين ومقاطعتها لهم ولكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني المطلب، واستمر الحصار 3 سنوات. ج. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية. ظهر دور السيدة خديجة بعد نزول الوحي. هقول له الدليل حيث قامت السيدة خديجة بطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرته ببعض خصاله الحميدة وأخذته لابن عمها ورقة بن نوفل الذي طمأن الرسول وبشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة. يبقى حيث قامت السيدة خديجة بطمأنة الرسول وذكرته ببعض خصاله الحميدة. يبقى حيث قامت السيدة خديجة بطمأنة الرسول وذكرته ببعض خصاله الحميدة وأخذته لابن عمها ورقة بن نوفل الذي طمأن الرسول وبشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من حل تدريبات الدرس الثاني بعثة النبي وحل الامتحان على الدرس. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.